انه الراجل باعت لي فراخ تخينه قوي، يعني بصوا ده بانيه تخين جدا. صباح الفل. لسه صاحيه، محتاجه احضر فطار سريع عشان فاضل يعني تقريبا ساعه ونص على المغرب. امبارح كنت متبله البانيه الجميل ده، تمام، تتبيله عاديه خالص، بصل وملح وفلفل، خل وحاجه بسيطه قوي كاري عشان ما يمررش طعمه، تمام. سبته من امبارح قبل السحور لحد النهارده اهو قبل الفطار بساعه ونص. طيب هعمل فيه ايه؟ هاخده هقطعه، انا عايزه اعمل منه سلايسز كده عشان اشوحها. طبعا القط مش قادر عشان اشوحها واعمل منها مكرونه. تعالوا بقى نشوف طريقه المكرونه دي. مش هنقول عليها نجريسكو، انا بالنسبه لي اسمها مكرونه بالفراخ يعني. وانا بسلق المكرونه هوريكم برده مكرونه. المكرونه بالفراخ عندي بتتعمل هي الفيوزيلي دي، مش حاجه غيرها يعني، انا ما بعملهاش بالمكرونه العاديه. وبالمناسبه النوع ده جميل قوي اهي، اللي هي عامله كده. في نوع تاني الايطاليانو ده برضه حلو وحجمها بيبقى اصغر كده بالشكل اللطيف ده. هاخده ببصل كده، انا كده كده محتاجه البصل، تمام. هقطعه كده نصين وهحطه على بعضه كده، وهقطعه حتت يعني صغيره خالص اهو، رفيعه اقصد. انا جربت قبل كده اضربه عشان بس الناس هتقول ايه، طب ليه ما نضربوش في الكبه؟ لا بيطلع عامل زي بيمسك في بعضه كده ويبقى عامل زي الكفته. وقطعت الكميه اللي انا هستخدمها، تمام. انا بعمل صينيه مش كبيره يعني، مش عارفه باينه كده حجمها ولا ايه، انا مش عارفه هي حجمها قد ايه، بس يعني هي مش كبيره. تمام كده، تمام كده. دي ميه سلق المكرونه، مش هنحط فيها زيت، هنحط فيها ملح بس. طيب انا عملت ايه؟ دوبت صلصه، هحط السمنه، تمام. هشوح الفراخ كده اهو، تمام. وهنا ميه المكرونه لسه هتغلي، حطيت عليها طماطميه كده مبشوره، وانا ضايفه الاول نص معلقه صلصه. انا مش عايزاها برده تبقى ايه، غامقه قوي، لان كده كده الفراخ متبله وانا عايزه احس بطعم التتبيله. حطيت اهو المكرونه كمان، حطيت نص الكيس اللي كان عندي، او يعني 3/4، طبعا هو مش باين من البخار. وهسيبها تتسلق بالطريقه العاديه خالص. هنا الفراخ اهي بدات الطماطم تنزل ميتها وبدات تغلي. حابين بقى تضيفوا فلفل، حابين تضيفوا فلفل الوان، فلفل حامي، ايا كان ضيفوا. انا بالنسبه لي كده تمام قوي. بصوا بقى استوت ازاي اصلا اهي، ليه؟ عشان هي اصلا متبله من امبارح، فالتتبيله بتخليها الانسجه بتاعتها تطرى. دي اهي الفراخ بعد ما استوت، بصوا مقطعه حتت صغيره اهي، واستوت كويس جدا.